اللجنة المنظمة وعلى رأسها الأخ توفيق مباشر. وأنا جد مسرور، حقيقة جد مسرور، لأنني أنتمي إلى هذه القبيلة وأعتز بها كل الاعتزاز. وأنا أقول لكم أن دمي يجري في عروق هذه القبيلة، ورغم أن ظروف العمل، لأن تعرفون أن ظروف العمل كنت رجل سلطة، كنت إلى غير ذلك، وأنتم تعرفون أن عندما نخدم في الإدارة الترابية تعين بالناظور، تعين إلى غير ذلك، وكنت بعيد عن المنطقة. ولكن الآن أصبحت أستاذا جامعيا، وعندما عدت إلى المنطقة كان علي أن أرد الخير والاعتبار لهذه المنطقة، وأن أكون ركيزة أساسية وعماد قوي لبناء هذه القبيلة. أنا ترشحت باسم حزب العدالة والتنمية وحصلت على مقعد، وكان تغيير بأفكار إلى غير ذلك. بدأ التغيير يظهر على الأقل على مستوى جماعة بالليلة، على مستوى الأفكار، على مستوى الثقافة، على مستوى، هذا شيء جيد، لأن بدأت هناك يعني تحرر الإنسان من العبودية، تحرر الإنسان من القيود. احنا سائلنا، ولكن تعرفوا بأن حنايا سائلنا بهذوك الناس اللي باغيين يردونا على العبيد، نفس الأسماء، نفس العائلات، نفس هذا، انتهى الأمر والناس كيعانيوا. هذا ما يمكنش. ثانيا أنا أنتمي إلى حزب يسمى حزب الخويزيين، ورغم أنه يحمل اسم حزب المجتمع الديمقراطي، ولكن الذي يهمني هو حزب للمواطنين، للمجتمع الديمقراطي. علينا أن نكون مجتمعا ديمقراطيا. حقيقة على فكرة المجتمع الديمقراطي نحن لا يسمى، يعني اختيار الاسم هو صائب تماما. عندما تسمي حزب ليبرالي هذا يعني أنك تذهب إلى الاقتصاد السوق، وتذهب إلى الليبرالية وإلى الربح، وتنسى ما هو اجتماعي. عندما تسمي اشتراكيا فأنت تذهب إلى الاشتراكية ولكن تضيق على الحرية الاقتصادية وعلى الحرية، هذا غير. ولكن عندما نسميه مجتمع ديمقراطي هو يجمع ما بين الحرية ويجمع ما بين ما هو اجتماعي، لأن الديمقراطية لا يمكن اختزالها في مسألة فقط عن حرية التعبير وحرية الرأي، هذا مضمون في الدستور المغربي ومضمون لجميع المغرب. ولكن أيضا للديمقراطية أيضا بعد مادي، ديمقراطية اقتصادية، ديمقراطية اجتماعية، ديمقراطية ثقافية إلى غير ذلك. إذا بيداغوجيا يعني خص يكون شويه عندنا ملي غنحاولوا نتكلموا مع بعضياتنا تكون عندنا واحد المنهجيه ديال الكلام. اولا علاش جا واحد الحزب باش غادي يجي تاسس هنا بناء على فراغ، يعني ان لم تكن هناك اي قنطره واي جسر ما بين الاحزاب وما بين المواطن. يعني المواطن في واد والاحزاب السياسيه في واد. الاحزاب لا تحضر الا في موسم الانتخابات. عندما تأتي انتخابات تحضر الأحزاب وتحضر الشكارة ويبداو يبيعوا الناس، يشروا الناس، وكأن الناس راهم حاشاك بحال الحيوانات كاين في الفندق ولا في البطوار. لا حاشا، لا ما عندو ما يعطيك، غادي يلعبك، غادي يدير ويبيعك. وبالتالي كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يعني أكد على أن المنتخب لابد أن يلعب دور مهم، وأن يدافع بكل قوة وبكل حزم عن قضايا المواطن مهما كلفه الثمن ذلك. والله سنبقى وراءكم مهما كلفنا الثمن ذلك. والملف، أي ملف، الملف اللي هو آلي، سنحمل هذا الملف وسندافع عنه، وإن شاء الله هذا حقكم، والدستور يضمن لكم الحق وستنالون ذلك. وهذه ستكون بداية فقط. يعني عندما قمنا بتشخيص الوضع وجدنا أن أحزاب سياسية لا وجود لها، ديك الأحزاب التقليدية اللي راكم كتعرفوا بلا ما نقول لكم الأسماء، ما كايناش، ما كتواصل مع مواطن. عمر شي حزب تواصل معكم؟ أنا فرحت لأن جا الحزب الديمقراطي، الحزب المجتمع الديمقراطي يتواصل مع الناس في العروبية. وهذه سابقة أن فرع اللي غادي تبقاو تمشيو ليه وتجيو ليه، لأن حنا لاش بغينا نديرو هذا الفرع، غنديرو هذا الفرع باش تبقاو نتواصلوا مع بعضياتنا. كاين شي مشاكل نتعاونوا عليها كاملين، كاين شي حاجه نتعاونوا، لهذا هو لان جات هاد
ما نسميها البنيه الاستقباليه من اجلكم، باش نبداو جسور التواصل. وغنبداو باول ملف اللي هو مطروح الحال، وهو الملف ديال الكهرباء. اول ملف عند هادو ما عندهم 17 عام، والعمود راه فيه 300 متر والعمود راه فيه. هو هنا في الواد. دابا كون جا الملك قال لهم دخلوا لهم هنا، كونوا سامحوا يغرسوا، بس تعرفي ان المواطن ما عنده شيء القيمه. ونحن سندافع عن المواطن، والا نخوها لبلاصتهم نشوف حالاتهم ونخليو خوتنا ممقتين. ما يمكنش، راه ما يمكنش، ما عندناش شي غرض. هزنا الغرض ديال القبيله التي ننتمي اليها. اذا حنا قلنا كاين فراغ، تبعوا قلنا كاين فراغ على مستوى الاحزاب الاخرى، ما تفرحوش ليها. القنطره ديال الواد طلبنا حديديه لولادنا كيبقى الاحزاب القديمه فعلا، الاحزاب القديمه لا تؤمن بها على الاطلاق، لان كتزيد عمالي الشكاره ومالي الفلوس. واش عباد الله واش 100 درهم واش غدير؟ واش 200؟ واكثر هي راه كياخذوها السمساره. السمساره هما اتونسيون التغيير بيديكم، بصوتكم، بالمسائل ديالكم. اتونسيون. انا تنقول لكم على كل حال، انا كنقول لكم بان الان لاول مره غادي يكون حزب حقيقه بنيه فرع محلي ديال المذاكره، وسيشهد له التاريخ انه اسس بالخويزيين. لاول مره تعطى للخويزيين، سيسجل اسمها في التاريخ، سيسجل اسمها في التاريخ بالعزه وبمداد وطني خالص، انه اسس حزب هنا، فرع هنا، ليدافع وليتواصل مع مواطني هذه المنطقه. وكل الملفات العالقه سندافع عنها بكل قوه لتخرج الى ارض الوجود. انا اعتقد بان في قوتنا وفي اتحادنا هو مصدر نجاحنا. اذا كانت هناك جسور تواصل، ونهار نعيط عليكم ونقول لكم عاودوا تشكاو، تبعوني من اللور وانا قدامكم، تبعوني، لان ماشي مشكل. الملك قال المنتخب يجب ان يدافع عن حق مواطنه، وحنا كندافعوا على حق مواطنه ومشينا نطلبوا. هذه كرامه تجي تدافع على حق مواطن، هذه كرامه هذه، وهذه هذه الصفات اللي خاصها توفر في المنتخب. وبالتالي ولا عهد العبوديه، ولا عهد الاستبداد، وسيكون عهد الحريه والاستقلال الحقيقي، استقلال الضمير، استقلال الفكر، وستكون ان شاء الله كرماء معززين مكرمين. انتم ما كتسنوش شي واحد يجي لكم قفه، وكتسنوا غير اعتبار وكرامه انني نستافد من ضوء. هذه سهله، ترى الضوء كتخلص حتى شي حوايج حاجه بسيطه، ما حاجه بسيطه، واحد المسالك طرقيه، مسائل بسيطه. راه ماشي هذا، راه خصني الفلوس كاينين دير مشروع بيان فيسلي كما يقولوا فرونسي افيك ان بيزنس بلان. بهذا حط اي بلاصه حطيتي لها تعطيك التمويل، لانه مشروع اجتماعي، مشروع اندماجي، مشروع يهدف الى التنميه. لا احد يمكن ان يعارضه، ومن يعارضه ليس وطني خير مهما كانت درجته في الاداره المغربيه، لان اي واحد في الاداره المغربيه هو خادم الوطن وسيبقى خادم الوطن. وانا كنت دائما اقول من لم يرتاح للمواطنين عندما في اي اداره كانت، سواء كان عاملا او كان هذا او كان واليا او وزيرا او كيفما كان نوعه، ما عليه الا ان يستقل وياتي احد اخر يقوم يستجيب لهؤلاء. ليس مشكل، ما بغيتيش المواطن استقل، حيد علينا، وراه كاين اللي باغي المواطنين، لان انت درتي من اجل المواطن، اي واحد دار باش يخدم المواطن. اذا باش انا ما نطولش عليكم ونحتكر في الكلمه، وبالتالي والله اعاهدكم سنبقى دائما اوفياء لهذه المنطقه العزيزه علينا، وانا انتمي الى هذه المنطقه. كنشكروا الاخ هموشي اللي كانت المداخله في المداخله ديالو صائبه، واشكر هذا حزب ديال الشباب هم اللي غادي يديروا، ولا غادي يكون الفرع ان شاء الله عندنا في المدينه ان شاء الله الرحمن الرحيم. وغتبقى ديما التواصل بيناتنا، ديما اي مشكل نتعاونوا عليه، اي حاجه نتعاونوا عليها، ولا تعاوننا المسائل كتولي بسيطه. ولهذا اقول لكم انتهى عهد العبوديه،
انتهى عهد الاستبداد. ما تخاووا حتى من واحد. كايش خوف؟ راه دولة ديمقراطية، دولة عصرية، دولة هذا القانون يحفظ لك، ما كان حتى السلمة هنا. بلاد دابا ولا فيها الامان وفيها الامن. ما تخاوش واحد، خدموا الضمير ديالكم ما عندكم حتى في واحد، واللي ديالكم حنا موجودين. نستعد لاي حاجة. شكرا الاخ هموشي على اشكر الجميع وافتخر بدمي. انتم راه دمي، لان هذا راه كاع عائلتي. انتم افتخر بدمي، وهذا سيكون حزبكم، وسيحفظ التاريخ على ان هذا الحزب اسس بهذه المنطقه النائيه الباعده المهمشه. وهذا ان كان لا يدل على شيء، وانما يدل على ان هذه مكان بركه خير، لان هذه بلاد خير. هذه انا عشت فيها، انا كنت مع حنا ونضل ندور هنا في الواد، ونضل ندير هنا ونلعب ونمشي نعوم في القلته وندوز هذه وندوز هذه، وانا راه خوف بلاد كلهم يجيوني. الحمد لله. حرام عليا انا ما نديرش. شكرا الاخ هموشي. إذا شكرا لعائلتي كلها صغيرة وكبيرة، وسأتفانى أنا شخصيا مع فريقنا في خدمتكم، وسنبقى دائما في خدمتكم، وخادم الناس سيدهم. شكرا. تفقت حظ عن الاخ هموشي. ولكي لا يفوتني ان اعطي جدول الاعمال الذي سيتحرك به هذا الجمع، وهو جمع لتاسيس فرع، ويجب علينا أن نعطي لكل ذي حق حقه. الأمينة العامة كانت قالت لي بالله راه تطمح إلى المناصفة في كل شيء، وسنقدر هذا المعطى ونعطي الأخت سعاد شكري كلمة في الموضوع، فلتتقدم مشكورة. السلام عليكم. اولا حنا جد محظوظين بهذا اللقاء التواصلي بيناتكم. اولا جد مسرورين اننا تحتضنونا سكان جماعة من الليلة. شكر خاص للامينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي. كنقول لكم من هذا المنبر انكم من السكان المحظوظين، لان الامينه العامه تكلفات نفسها وحضرات حتى لهذه المنطقه باش تكون بيناتكم، وهذا من هذه بادره نادره في حزب اخر. اولا كان عندي طموح انني نشوف بيناتكم في النسائيه، وللاسف غياب ديالها باين. أنا جيت هنا اليوم علاش؟ لأنني بنت منطقة قروية، عانيت من ما كيعانيوه الساكنة الحالية لهذه المنطقة. كنتو كتعانيو من التمدرس، من وسائل النقل، من الطريق. هادشي كان عندنا في الواقع ديالنا، عايشناه لمدة طويلة، بصح تكرفسنا وكرينا، ولكن هادشي ما بغيناش تعيشوا واحد الأجيال أخرى من ورانا. تجدد الشكر لحزب المجتمع الديمقراطي، الأمينة العامة السيد مباشر على هذه البادرة، وكنتمنى أنها ما تكونش بداية وإنما هي بداية ونهاية، وإنما بداية لجسر تواصل لمعالجة مشاكل الجمة لهذه المنطقة، وكنتمنى التوفيق وربي ما يخيبناش إن شاء الله. شكرا للأخت سهام. غادي نعطيو الكلمة لرئيس اللجنة التحضيرية باش يعطينا القانون الأساسي اللي غادي، أو ركائز القانون الأساسي اللي هو غادي تمشي عليه هذا الفرع المحلي، واللي هو فرع ديال الحزب وديالكم نتوما، هو بمثابة قنطرة للتواصل بين الساكنة والحزب. فلهذه الأمور نعطي للسيد توفيق مباشر الكلمة لقراءة القانون الأساسي. خالات فهي تنير